جاي، بس ما جاي تشيل عنه، يعني جاي تجي ناس. لذلك يعني الحكومة الاهتمام بالسلة الغذائية. سلة الفقير هي شلون؟ هذا شهر رجب، ثاني شعبان، رمضان، يعني لا رمضان راح تسعد خبز الزيت توصل حتى 5000. لكن يطلب طبعا يوم تجار قال الله الفقير، يعني لا تتعامل مع الفقير تعامل التعاون. مثلا انت تجيب مواد تحتكر، تيجي موسم رمضان او موسم غير موسم راح تصعد الاسعار، مو صحيح. واثنين التجار اليوم جاي نشاهد جاي يحاربون السله الغذائيه لمصالحهم الشخصيه. ليش؟ اذا الحكومه تلقي سله غذائيه راح التاجر يشيل يوقف شغله، او الاسعار مالته راح الدكان ما مثلا يبيع ب 5000 يبيع ب 2.5، راح الفقير ياكل. فلذلك احنا نطلب من الحكومه يعني اهتمام بالسله الغذائيه. هذا مو صحيح، هي حرمه شرعيه طبعا. يعني هذا اللي يسوي هاي القضايا هذا حال اللي ياكل رايس. انت جاي تحارب فقير، والفقير اليوم هو صاحب الله، مو الفقير صاحب الله. ومو انا اليوم انا اقيس الغني ويا الفقير، هذا فقير غني حاله، هذا عنده بسطيه، هذا عنده عربان، يعني هذا يشتغل عماله، هذا شلون راح يقاوم هاي الحياه الصعبه؟ هسه الحاكي احنا عندنا رواتب ما عايشين، الله شاهد، عندنا رواتب بس ما عايشين. مرات انا اصلا اقول الفقير هذا الله يسامحه شلون عايش؟ شلون جاي يجيب لقمه هاي اللقمه لعياله؟ اكو وهذا يجي التاجر يحارب ويقطع الحصه. لا الناس والله حرام، والله حرام حرام حرام، واحنا ضد هذا العمل. طالب بالاستمرار. نطالب كشعب عراقي، نطالب بالاستمرار السله الغذائيه والاهتمام بالبطاقه التموينيه من قبل وزير التجاره وباشراف رئيس الوزراء. خادم صغير، انا خادمكم محمد الشريف.